بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وافتح لنا أبواب التوفيق والبركة، وبارك لنا فيما نقدم من جهد وكلمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة دائمة طيبة مباركة. أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة لمشروع رياضي يغير وجه العاصمة الرباط. نعم، نحن أمام نقلة نوعية في عالم البنية التحتية الرياضية بالمغرب، عنوانها ملعب مولاي عبد الله بحلته الجديدة. من وسط الورش بين أصوات الآلات وهمسات الطموح، يتكون أمامنا صرح رياضي بمواصفات عالمية يعيد رسم ملامح الرياضة المغربية، ويعلن عن ميلاد ملعب من طراز خاص، ملعب المستقبل. نبدأ من المدرجات. اللون الأحمر يفرض حضوره بقوة، كراسي جديدة نصبت بدقة تحمل روح الحماس المغربي، وتمنح المدرجات طابعا عصريا نابضا بالحياة. هذا اللون الناري ليس مجرد اختيار جمالي، بل هو رسالة واضحة بأن ملعب مولاي عبد الله سيكون قلبا نابضا لجمهور يشعل المدرجات. ننتقل لمسارات التنقل. تم صباغتها باللون الرمادي بخطوط نظيفة تضفي لمسة رقي وتوازن بصري. الأمر هنا لا يقتصر على التصميم فقط، بل يتعلق براحة الجمهور وسهولة التنقل داخل المدرجات. الشاشة العملاقة الجديدة قطعة تكنولوجية متقدمة، ثبتت بعناية لتضمن رؤية واضحة من كل الزوايا دون أن تحجب جزءا من المشهد. ستعرض عليها الإعادات، الإحصائيات، وكل تفاصيل المباريات بأعلى جودة، مما يضيف بعدا جديدا لتجربة الجماهير. أما أرضية الملعب فهنا تكمن التقنية الحقيقية، ليست مجرد عشب طبيعي، بل نظام متكامل من الطبقات المعالجة. نظام صرف متقدم يحمي الأرض من الأمطار ويحافظ على جودة اللعب. طبقات دعم تحتية تضمن السلامة البدنية للاعبين وتحسن أداءهم. هذا هو الفرق بين ملعب عادي وملعب احترافي بمعايير دولية. المثير في الأمر أن كل هذه الأعمال تجري بتزامن. في الأعلى تركيب الكراسي، وفي الأسفل تهيئة الأرضية. تنظيم محكم، تنسيق عالي المستوى، وسير عمل متوازي يظهر مدى الجدية والكفاءة التي تدار بها هذه الورش. ولن نغفل عن العنصر المعماري البارز خارج الملعب، الجسر المعلق، تحفة حضارية تزين محيط الملعب وتسهم في انسيابية حركة الجماهير، مع شكل هندسي يعطي المكان هوية عمرانية حديثة ومميزة. باختصار، نحن لا نتحدث عن مجرد ملعب، بل عن تجربة رياضية متكاملة، مشروع استراتيجي يمهد الطريق لاستقبال أكبر الأحداث الكروية القادمة: كأس إفريقيا 2025، مونديال 2030. كل شيء ممكن، لأن الأساس القوي يتم بناؤه الآن أمام أعيننا. ملعب مولاي عبد الله الجديد ليس مشروعا عاديا، بل هو رسالة تقول: المغرب جاهز وبقوة، جاهز لاحتضان الجماهير، لاستقبال النجوم، ولأن يكون في قلب المشهد الرياضي القاري والعالمي. في كل زاوية من زوايا هذا المشروع نشم رائحة الطموح ونبصر علامات الإبداع والإتقان. الرباط 2025 لن تكون فقط مدينة تستضيف بطولة، بل ستكون نموذجا لما يمكن أن تصنعه الإرادة عندما تتسلح بالتخطيط والاحترافية. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم المهتمين بالبنية التحتية الرياضية. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من قلب الحدث. كان معكم محمد من قناة كورة نيوز 360. نضرب لكم موعدا قريبا مع المزيد من التقارير من داخل أكبر مشاريع المملكة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.